الأرض بتتهز والسرير بيتحرك في ثانية واحدة، نسيت الشغل والديون ومشاكلك. طب ليه الزلزال دوت عمل شات داون لدماغك؟ ثانية واحدة بس من الزلزال أثبتت لك إن 99% من الحاجات اللي موترة أعصابك كل يوم ملهاش أي 60 لازمة. الزلزال ده فضح مخك، طول اليوم دماغك بتحرق أعصابك على كومنتات مستفزة أو إيميلات شغل، عايش في طوارئ وهمية. بس لما الأرض تتهز بجد، جهاز الإنذار في مخك بيعمل فورمات، بيطفي كل التفاهات دي في جزء من الثانية ويشغل غريزة واحدة بس: النجاة. الهزة دي كشفت لنا حقيقة مرعبة، احنا عايشين في زحمة كدابة، بندي الحاجات التافهة أكبر من حجمها وبنحرق صحتنا على وهم. وقت الخطر اللي بجد انت مش بتدور على موبايل، انت بتدور على روحك وأهلك. الزلزال عدى بس الرسالة وصلت، ما تستناش كارثة عشان ترتب أولوياتك. حجم مشاكلك اللي مخك مكبرها ولا حاجة قصاد نعمة إنك تقوم تمشي على رجلك. نزل الحاجات التافهة من على كتافك وفوق قبل ما تتخض بجد، واعمل سيف الفيديو ده، خليه جرس إنذار يفكرك بحجم مشاكلك الحقيقي. وقول لي في الكومنتات ايه أول حاجة جت في بالك وقت الهزة.